الزمالك في الشوط الاول هجوميا فيريرا مدي التزامات لحمزه المسلوسي والفتوح ان هم يثبتوا دفاعيا عشان اولا امن الناحيه الدفاعيه، خصوصا ان وينجات المصري عندهم مهارات وسرعات كويسه فيقدروا يشتغلوا في الحته دي كويس جدا. تاني حاجه هو اني ما اعملش كثافه كبيره من الناحيه الهجوميه للمصري. عيب الفكره دي ايه؟ ان زيزو بيضم كتير لقلب الملعب، امام عاشور بحكم ان هو وينج اصلا من الاساس فبيضم كتير في قلب الملعب. هنا اوباما وهنا عمر السعيد مهاجم صريح واوباما بيحب يشتغل كمهاجم متاخر، فكله بيضم في قلب الملعب. ففي النهايه بص عندك المنظر ده، الناحيه اللي هناك فاضيه تماما، فبالتالي نفس الغلطه اللي عملها الاهلي في مباراه المصري انه كان نزل الملعب قوي وعندك الاجناب ممكن تطلع عليها. يعني انت ممكن تطلع الباكين وتحميهم بطريقه معينه، لو طلع حمزه المسلوسي ترمي وراه طارق حامد يامن في مساحته، لو طلع امام عاشور ترمي وراه امام عاشور يامن مساحته. المهم في الاخر ان انت تدي تنوع. فكره انك كان نزل الملعب قوي خنقتك طول الشوط الاول، فانت طول الشوط الاول تقريبا مالكش غير الكوره بتاعت امام عاشور، انما هجوميا انت مش عارف تخلق فرص لفريق الزمالك.